مساء الفل عليكم يا احلى ناس في الدنيا. زي ما وعدتكم هنزل لكم ريفيو عن جولدن تاتش والمجموعه الكامله بتاعته والتفاصيل بتاعتها واذا كان عجبتني ولا لا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك في الفيديو والاشتراك في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتم شايفين المجموعه مكونه من 3 حاجات. هي اول حاجه البرفيوم دوت 50 ملي حجمه. مش عارفه هو مش ظاهر لان انا فاتحه الفلاش علشان تبقى الاضاءه كويسه. والعبوه نفسها لونها ذهبي. وده هو معاه مزيل ومخمريه. هقول لكم ده ايه بالظبط. دي المخمريه وده المزيل. طيب هنعرف كل تفاصيل كل حاجة لوحدها طبعا. بس اول حاجة نعرفها ان المنتج ده من شركة اسمها ماي واي، والشركة دي هي مصرية. كنت جايباها العلبة ديت. كان نازل عليها عرض، كانت ب90 جنيه تقريبا. واللي شفته دلوقتي على الموقع ان تمنها عامل حوالي 100 جنيه، فده برضو سعرها كويس قوي لسه. هي كمان لو انتي شرتيها مثلا فترة شهر او شهرين في مكان تكون الازازة معدولة زي كده هتتعتق معاكي وهتبقى ريحتها حلوة. ريحتها بقت قوية جدا بصراحة وبقت ثابتة، رغم ان هو منتج مصري، فالمفروض ان الناس بتتجه للبراندات في الحالة ديت. بس ده اشجعكم بيه لان ريحة البرفيوم حلوة قوي. هقول لكم مميزات البرفيوم دلوقتي. هو ريحته يعني للناس اللي هي بتحب ريحة الشوجري شوية هتحب ريحته قوي. هو ريحته جميلة بجد، يعني مش عارفة اوصف لكم ريحته لان هو ملهوش وصف او توصيف معين او مكوناته مش ظاهرالي على جوجل. يعني انا في العادي قبل ما بعمل اي حاجة بعمل سيرش عن المنتج وكل التفاصيل بتاعته عشان اقدر اشرح لكم. بس هو للاسف مش موجود بيه. وعايزه اقول لكم ان كمان هو ليه شاور بيبقى حجمه 700 ملي. بس انا ما جبتوش الصراحه، انا كنت جايبه المجموعه دي مع بعض. المخمريه بتبقى بعد الحموم على طول. هي بصوا مكوناتها اهي. مكوناتها جليسرين وماء عطري وزيت خروع. وطبعا ده بيتحط قبل البرفيوم، وكمان ممكن ترطبي بيه الجسم بعد الاستحمام على طول. وده بيثبت ريحة البرفان اكتر. وبنحطها في الاماكن اللي هي زي كده هنا وهنا، وطبعا عند الودان. فدي بتثبت ريحة البرفيوم اكتر. وده المنزل بتاعه. بصراحة انا ما استخدمتوش غير مرتين مثلا، بس هو حلو قوي وبيبقى ريحته بريحة البرفان، بتبقى ريحته جميلة وثابتة. وبتستخدميه زي ما انت كده شايفة كل 24 ساعة. بيوزع على الجسم بالتساوي تحت الإبط مع التدليك لغاية ما الجلد ما بيشرب. مكوناته ايه؟ مكوناته مية وكلوهيدرات وألمونيوم وجليسرين وعطر. اهي مكوناته، انا بحاول اظهرها لكم على قد ما اقدر. وطبعا المنتجات دي صلاحيتها 3 سنين من تاريخ الانتاج فيما عدا البرفان. البرفان كل ما بتعتق معاكي ما فيهوش اي مشكله، بس المنتجات اللي هي بتستخدميها على البشره مباشره دي هي اللي ليها مده صلاحيه. وده حجمه 40 ملي. وكمان المخمريه حجمها 40 ملي، 40 ملي جرام اهو. والبرفان هو حجمه 50 ملي. بصراحة انا اشجعكم ان انتوا تشتروا البرفان ده لان هو سعره حلو على قد الايد في الفترة الحالية. اي بنت مثلا بتجهز وعايزة تجيب حاجات رخيصة على حاجات غالية تقدري تشتريه وتحطيه على تسريحتك. هو اصلا شكلها شيك
وريحتها حلوة، هي مش شكل بس، هي شكل وريحة، فشكلها حلوة قوي وريحتها حلوة قوي. الفيديو ده بس ريفيو سريع كده، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. بحبكم جدا، مع السلامة.